وصفتنا النهاردة هي بسكوت العيد، هنعمله مع بعض بطريقة بسيطة وكمان هيطلع معانا بطعم البرتقال. ممكن كمان تضيفي فانيليا لو عايزاه بطعم الفانيليا، او تسيبيه بسكوت بالزبدة بس طعمه هيبقى حلو قوي، كمان هيبقى ناعم. وهنعمله مع بعض بطريقة بسيطة قوي، هنعمله بطريقة الكيس، يعني مش هنحتاج مكنة، وهيطلع شكله حلو وكمان طعمه حلو قوي، والخطوط بتاعته باينة بجد طعمه حلو. اول حاجة مع بعض هنجهز المقادير الجافة، وانا هحضر نص كيلو من الدقيق بس اسيب لكم المقادير بتاعة الكيلو في صندوق الوصف. معايا نص كيلو من الدقيق، وده دقيق متعدد الاستخدامات، وهحط عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر وهقلبهم كويس مع بعض، وكده الخليط الجاف بتاعي جاهز. بعد كده بقى في العجانة في المضرب الكهربي هيديكي نفس النتيجة. هحط 300 جرام من الزبدة الباردة بدرجة حرارة التلاجة، و200 جرام من السكر البودرة، ومهم جدا يكون السكر بودرة والنوع كويس علشان ميبقاش فيه حبيبات فيبان في البسكوت. هننزل كده بالسكر والزبدة مع بعض، بعد كده هنضربهم كويس قوي. كل شوية هديهم تقليبة كده من فوق وتحت عشان اتاكد ان السكر اختلط كويس بالزبدة. كل ما نضرب كويس كل ما الزبدة بتاعتنا هيدخل فيها هواء فهيدينا نتيجة حلوة. بعد كده معايا بيضة بدرجة حرارة المطبخ، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ومعلقة صغيرة من ريحة البرتقال. هننزل بيهم كده مع بعض على السكر والزبدة، وهننزل بالبيض بتاعنا بالتدريج. يعني اول ما الاقي البيضة الاولانية اختفت خالص في الخليط الزبدة والسكر هنبدأ ننزل بالبيضة التانية. كل ما نضرب كويس كل ما النتيجة بتاعتها تكون افضل. شايفين انا نزلت هنا بالبيضة التانية وضربت كويس قوي لغاية ما اختفت. بعد كده معايا نص كوباية من الحليب درجة حرارة المطبخ. لو هنعمل بسكوت النشادر هيكون الحليب بتاعي دافي وهندوب فيه النشادر، وهديهم كده تقليبه كويس قوي مع بعض. وبعد كده هننزل كده الجناب بتاعتي عشان اتاكد ان الخليط كله مختلط من بعض كويس. بعدين هننزل بالدقيق او بالخليط الجاف بتاعنا اللي هو الدقيق والبيكنج باودر، وهديهم تقليبه واحده بس. مجرد ان الدقيق تشرب السوائل اللي في الزبده، مش هنعجن كتير عشان مش عايزينه يبقى ناشف، وهو ده بيبقى قوام العجينه بتاعتنا، بتبقى ناعمه وطريه قوي علشان تبقى سهله معانا في التشكيل واحنا بنشكلها بالقمع. بعد كده اجيب صينيه الفرن واحط كده نقطه من الزيت وهمسحها كده بمنديل من المطبخ كويس قوي. بعدين هحط العجينه بتاعتي في كيس الحلواني وابدا نشكله بالشكل ده، بتشكل معايا بكل سهوله علشان العجينه بتاعتنا طريه او ناعمه. ولو احنا هنستخدم المكنه هنزود على الكيلو دقيق ربع كيلو من الدقيق كمان، او نقلل كميه الزبده علشان بسكوت المكنه بيبقى شويه انشف من بسكوت الكيس. بعد كده هنكون مسخنين الفرن بتاعنا على درجه حراره 180. هندخل الصينيه الفرن مش بياخد اكتر من 10 دقايق وبيكون استوى. اول ما ياخد اللون الذهبي الحلو ده، حابه تشغلي له الشوايه شغليها، مش حابه مش مهم، هو بس بيفرق في اللون مش اكتر. انا بحب اديله سنه كده من فوق بالشوايه علشان ياخد اللون الذهبي الحلو ده من فوق ومن تحت. شايفين السوا بتاعته مظبوطه ازاي، واخد لون ذهبي حلو قوي من تحت ومن فوق، بجد طعمه حلو. وكمان زي ما قلت لك تقدري تحكمي في طعمه زي ما تحبي، برتقال او بالفانيليا، او تسيبيه بسكوت زبده بس من غير اي اضافات، بيبقى طعمه حلو قوي. رغم ان احنا عاملينه بالقمع او بالكيس الحلواني، بس الخطوط بتاعته او الشكل او الفورمه اللي احنا بنستخدمها بتبقى واضحه قوي علشان العجينه مظبوطه. شايفين هش ازاي؟ هستناكم تجربوه وتقولوا ايه رايكم.